ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاه حكايات 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 حكايات. لما شفت الحفلة بتاعت رونالدو قلت هو ازاي الراجل ده كده، ازاي فرحان وعنده شغف وهو بيختم حياته الكروية في قارة تانية وفي اخر ايامه. بس الحقيقة ما شدنيش شغفه قد ما شدتني الفرحة والسعادة اللي كان فيها. طب ليه وعلى ايه؟ الراجل ده اتحارب من كل حاجة في بلده والقارة اللي كان بيلعب فيها. فترته التانية مع اليونايتد مثلا كان عبارة عن ربح فقط لا غير، اعلانات ودعاية، ما كانش رايح عشان الكورة. وازاي الراجل من نجم اول يكون دكه ومحدش يقف جنبه في وفاه بنته، حتى السير اللي هو بالنسبه له الاب الروحي في الكوره بعد المشاكل اللي حصلت الفتره الاخيره دي ما طلعش دافع عنه. رونالدو اللي ياما اتحارب من الكل في اوروبا والكل وقف ضده، من رئيس الفيفا زمان لحد مدرب منتخب بلده اللي قعده في كاس العالم، حتى الشركات لما قال ما بشربش خمره، ولما بعد ازاز الكوكا كولا من قدامه، ولما ما دعمش البسكليتات. ويعتبر البسكليتات دول من اكبر القضايا اللي ماشيه في الكوره دلوقتي. وشركه الخمر والكوكا كولا طبعا حدث ولا حرج ان هم من اكبر الشركات اللي بتدعم الكوره. رونالدو لقى دعم وحب في السعوديه من اول ما مضى، وعشان كده السعاده كانت على وشه والضحكه ما فرقتوش. بس هيفضل رونالدو عاطفي، وهتفضل اكبر غلطه في حياته يوم ما ساب الريال. رونالدو كان يستحق الدعم بتاع السعوديه ده من قارته والعالم كله، بس هو لقاه عندنا هنا في بلادنا. انا متاكد ان النهايه هتكون افضل من كده. وعلى الرغم من التقديم التاريخي ده، بس هيفضل تقديمك في قلب سانتياغو علامه فارقه في تاريخ كره القدم يا كريستيانو رونالدو.